وكانت المفاجاه يا صاحبي ان هم سرقوها منهم. بتيجي اقول لك يا صاحبي سرقوها ازاي، بس قبل ما اقول لك يا باشا هتدوس لايك للفيديو اولا وتكتب اسمك في التعليقات لو انت في المرحله الاعداديه، او اسم اي حد تعرفه في المرحله الاعداديه يا باشا في التعليقات، عشان كل نصيب في الكورس اللي احنا هنعلن عنه الاسبوع الجاي ان شاء الله. ودي يلا بينا. وطبعا ما تنساش تشترك في القناه، اللينك في اول تعليق. قال لك يا صديقي عام 1900 وخشبه وانا قاعد على القهوه كان في شويه علماء رياضه وعلماء فيزياء. قال لك علماء الفيزياء شافوا علماء الرياضه قاعدين يعملوا شويه جداول ورسومات بيانيه. ايه هي الرسومات البيانيه؟ يا لهوي يا شماتة طبله طازه فيا يالا، انت مش عارف يا شماتة طبله طازه فيا يالا، انت مش عارف يعني ايه رسم بياني؟ ما تعالى لما اقول لك ما تشمتش الانجليز فين. قال لك صلى على النبي. الرسم البياني يا باشا دي بتبقى عباره عن محورين، محور اسمه محور السينات وده بيبقى محور افقي، ومحور تاني اسمه محور الصادات ويبقى محور راسي. بنسمي محور السينات محور المتغير، اما الصادات يا باشا التابع للمتغير، وبنجيب الميل من فرق الصادات على فرق السينات. تمام؟ قشطه. يلا بينا بقى اقول لك حصل ايه. قال لك يا باشا علماء الرياضه كانوا قاعدين يعملوا شويه رسومات بيانيه وشويه بقى ايه جداول، فعلماء الفيزياء قالوا لهم انتوا بتعملوا كده ليه؟ جرحين رمي لهم ورقه يا صاحبي وقال لهم بقى شوفوا احنا بنعملوا ايه. فوجدوا يا باشا ان الجداول والرسومات البيانيه دي طريقه لعرض المعلومات في صوره رسومات واشكال بصريه عشان يسهلوا الفهم ويجيد العلاقات بين الحاجات اللي بيدرسوها. فقال لك علماء الفيزياء ليه احنا كمان ما نعملوش جداول ورسومات بيانيه؟ احنا عندنا يا باشا ظواهر وكميات فيزيائيه عديده كثيره جميله جدا، احنا عايزين نشوف العلاقه بينها ونسهلوا الحفظ بتاعها ونسهلوا الفهم بتاعها. فقال لك هنا سرقوا علماء الفيزياء فكره علماء الرياضه يا باشا في عمل الرسومات البيانيه والجداول. انت كنت مفكرني ايه؟ سرقوا ايه؟ ذهب؟ لا يا باشا، سهروا علم يزهقونا بيه. هتعمل ايه انت يعني؟ الشويه اللي انا قلتهم دول يا باشا مفتاح درس كامل عندك في الوحده الاولى. يالا الوحده الاولى بحالها فيزياء. يالا فيزياء يا اخي، استغفر الله العظيم يا رب، ما بتفهم شيء انت. ما تنساش بقى دوس لايك ولا واشتراك كده في القناه وتابعنا وتشهيص ابو حميد، شير في كل مكان كده، عايز الاقي نفسي مشهور.